مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في الفيديو ده هنكمل الابر ليمب وهنتكلم عن البونز بتاعه الفور ارم الالنا والراديوس، وهنتكلم عن البونز بتاعه الريست. قبل ما نبدا عايزه افكركم ان المودلز دي اللي موفرها لنا شركه ابري ميديك، ودي شركه اجهزه طبيه وتقدروا تشتروا من عندهم الحاجات دي لو انتوا حابين تستخدموها في المذاكره. تعالوا نتكلم عن الراديوس بالتفصيل. اول حاجه الراديوس دي لونج بون، عظمه طويله ليها تو اند، ابر اند ولور اند. نبتدي بالبدايه بتاعتها. اول حاجه الهيد السطح بتاعها كونكيف، بتارتيكوليت مع حاجه اسمها الكابيتولم اللي موجوده في الهيومرس. لو لاحظتوا ان السبيس ما بين الهيد وما بين القلنه قريبه قوي، تكاد تكون اصلا مش باينه. هنا في ارتيكوليشن، في جوينت، الجوينت ده اسمه راديو النر جوينت، والمكان اللي الراديوس بتمسك فيه في القلنه اسمه راديال نوتش. تحت الهيد على طول النك بتاعت الراديوس، وتحت النك ميديال في عندي حاجه اسمها الراديال تيوبوستي، وده مكان بيارتيكوليت فيه مصل هنقولها الفيديو الجاي. الراديوس ليها 3 بوردرز. اول بوردر اسمه anterior بوردر، والبوردر البوستيريور اسمه posterior بوردر، والبوردر الميديال اسمه interossseous بوردر. الجزئيه اللي فوق البوردر الانتيريور والبوستيريور مايلين شويه، بسمي البوردر الانتيريور anterior oblique line، والبوردر البوستيريور بسميه posterior oblique line. نيجي بعد كده للسيرفيس بتاع الابر اند. السيرفيس بتاع الابر اند مكون من 3 سيرفيس، anterior وبوستيريور ولاترال. اللاترال سيرفيس المميز فيه انه في نص السيرفيس موجود فيه تيبوستي اسمها كورنيتور تيبوستي، ودي برضه بيارتيكوليت فيها ماسلز هنقولها الفيديو الجاي. اللور اند في الراديوس ليها 5 سيرفيس. اول سيرفيس انتيريور وده بيكون سموز مفيهوش اي حاجه، والبوستيريور سيرفيس بتاعها هو اللي بيكون رف. الميديا سيرفيس بيكون فيه نوتش بسميه النر نوتش عشان الهيد بتاعت الالنا بتمسك فيه في الراديوس. يبقى ناخد بالنا ان النوتش اللي في الراديوس من تحت اسمه النر نوتش عشان الالنا هي اللي بتمسك في الراديوس، فده موجود في الراديوس فبتسمي على اسم الالنا النر نوتش. والجزئيه اللي من فوق الراديوس هي اللي بتمسك في الالنا، فالنوتش متسمي على اسم الراديوس في الالنا باسم راديال نوتش. واللاترال سيرفيس بيبروجكت داونورد، بيعمل لي بروسيس اسمه ستيلويد بروسيس. والانفيريور سيرفيس بيارتيكوليت مع البونز بتاعه الريست، بيارتيكوليت مع السكافويد لاترالي ومع اليونيت ميديا. نيجي للسؤال المهم، ازاي اعرف الراديوس اللي في ايدي دي رايت ولا ليفت؟ اول حاجه الهيد دايركتد ميديالي. تاني حاجه الجزء الابر الانتيريور سيرفيس بيكون سموز، الناحيه البوستيريور بتكون رف. في اللور اند الناحيه الانتيريور برضو سموز، بس في لاترالي الستيلويد بروسيس. بحط البون بالمعلومات دي وبالتالي بعرف هو رايت ولا ليفت. يعني باختصار حط الستيلويد بروسيس لاترال وفي الاتجاه بتاع الصوم، يبقى انت كده عرفت الراديوس اللي في ايدك دي رايت ولا ليفت. تعالوا بعد كده نتكلم عن القلنة. اول حاجه القلنة زيها زي الراديوس، هي عباره عن لونج بون ليها شافت وليها تو اند، ابر اند ولور اند. ناخد بالنا من معلومه مهمه ان القلنة هي اللي في الناحيه الميديال، القلنة من جوه والراديوس من بره. تعالوا نتكلم عن الابر اند بتاعه القلنة. اول حاجه عندي الاوروكرينو بروسيس، وده الابر موست بارت، بيروح يارتيكوليت مع التروكليا في الهيومرس، وبعد كده بيدخل جوه الاوروكرينو فوسا. تحت الاوروكرينو بروسيس على طول من جوه في نوتش اسمها تروكليار نوتش، اللي بتدخل فيه التروكليا بتاعت الهيومرس جوه القلنة. يبقى هي كل الحكايه ان التو بون بيخشوا يمسكوا في بعض، التروكليا بتدخل تمسك في التروكليار نوتش بتاعها، والاوروكرينو بروسيس بتروح تجرش جوه الاوروكرينو فوسا. بعد كده هنا في القلنة الناحيه اللاترال عندي الراديال نوتش اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي بتيجي الهيد بتاعت الراديوس تمسك فيه فتعمل لي السوبيريور راديو النر جوينت. بعد الراديال نوتش عندي تو ماسكولار امبريشن، مكانين مهمين بيمسك فيهم ماسلز. اول مكان عندي الالنر تيوبروستي وده مكانها، وتاني مكان عندي حاجه اسمها سوباينيتور فوسا موجوده على طول تحت الراديال نوتش ومتحوطه بحاجه اسمها سوباينيتور كريست. نيجي بعد كده للشافت بتاع القلنة. عندنا 3 بوردرز وعندنا كمان 3 سيرفيس. اول بوردر اللي هو الانتيريور بوردر، وبعد كده ميديالي عندنا الانتروسيوس بوردر، ومن ورا عندنا البوستيريور بوردر. وبعد كده السيرفيس عندنا الانتيريور سيرفيس والميديال سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. وبعد كده نيجي لللور اند بتاع القلنة. اول حاجه عندنا القلنة من تحت ليها هيد، الهيد دي بتارتيكوليت مع الالنر نوتش اللي موجود في الراديوس، ومن ورا عندنا ستيلويد بروسيس بيطلع بوستروميديال. ما بين الستيلويد بروسيس وما بين الهيد بتاعه القلنة الناحيه البوستيريور في عندي جروف بيفصلهم من بعض. نيجي للسؤال المهم، ازاي اعرف القلنة اللي في ايدي دي رايت ولا ليفت؟ اول حاجه في الابر اند انا عندي الاوروكرينو بروسيس، ولازم يكون التروكلير نوتش هو اللي من قدام. وفي اللور اند بيكون عندي الستيلويد بروسيس وبيكون طالع بوستروميديال. احط البون في المواصفات دي بعرف هي رايت ولا ليفت. تعالوا بعد كده نتكلم عن البونز بتاعه الهاند. اول حاجه انا عندي صفين كده من البونز الصغيرين بسميهم الكاربال بونز، وبعد كده عندي عظم الايد بسميه الميتاكاربال بون،
وبعد كده بيمسك فيهم الصوابع، ودول بسميهم الفالانجيز. الصفين دول عاملين قوسين، تو رو. اول رو بيبقى بروكسيمال، وتاني رو بسميه ديستال. تعالوا بعد كده نعرف اسم عظمة من البونز دي. هما 8 بونز، 4 موجودين في الرو اللي تحت و4 موجودين في الرو اللي فوق. تعالوا نعرف اسماء البون. هبتدي من الناحية اللاترال للميديال. اول بون عندي اسمها سكافويد. سكافويد يعني مركب، هتلاقوا شكل البون واخد شكل المركب. وبعد كده عندي اليونيت. اليونيت يعني هلال، هتلاقوا برضو شكل البون واخد شكل الهلال. وبعد كده عندي بون اسمها ترايكاترال. ترايكاترال يعني هرم، هتلاقوا البون شكلها مجسم. على الترايكاترال في بون صغيره كده شبه حبايه البسله اسمها بيزيفورم. يبقى ناخد بالنا ان الترايكاترال انا مش بشوفها من الناحيه البالمر، انا بشوفها من الناحيه الدورسال. بعد كده ندخل على الديستال رو. اول بون عندي فيه اسمها ترابيزيوم. ترابيزيوم يعني الريجولار بون، مش معروف له شكل محدد. بعديها على طول بون اسمها ترابيزويد. ترابيزويد برضو الريجولار بون بس الانجلز بتاعته اقل. بعد كده عندي بون اسمها كافيتي، وبعديها اخر واحده حاجه اسمها هاميد. الهاميد فيه حاجه مميزه ان هي فيها حاجه طالعه كده اسمها هوك، بسميه هوك اوف هاميد. بعد كده عندي الميتاكاربال بون، هم 5 بيتعدوا من الصنب. الصنب بياخد ميتاكاربال 1، وبعد كده 2 3 4، والليتل فينجر بياخد الفيفث ميتاكاربال بون. نيجي بعد كده للفالانجيز. كل صباع بيتكون من 3 فالانجيز، ما عدا الصنب بيتكون من 2. خلينا في الليتل فينجر اللي بيتكون من 3. تعالوا نعرف اسماء 3 بونز. اول واحده بسميها بروكسيمال، واللي في النص بسميها ميدل، واللي في الاخر بسميها ديستال. طيب والصنب؟ عندي بروكسيمال وديستال بس. كده انا خلصت باقي الابر ليمب كبون. هنتكلم الفيديو الجاي عن المسلز. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.